السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازال كابتن أحمد حسام ميدو من وقت للتاني بيدي حتة هبدة كده على النادي الأهلي. تعرفش إيه الغرض منه، وما تعرفش هو ليه ما بيحترمش تاريخه كلاعب وكمحلل، اللي أنا من وجهة نظر بحترمه. ولكن لما بيطلع أوقات كده بيتكلم على النادي الأهلي بتحس إن مخه دي مش موجود. آخر هبداته طالع في تصريح بيقول انه كولر مدرب عادي مش عبقري، والاهلي لا يملك افضل اسكواد في مصر او افريقيا. يعني كولر مدرب عادي مش عبقري خالص، ده من وجهة احمد حسام ميدو. وانه الاهلي لا يملك افضل تشكيلة في مصر او افريقيا، وانه كولر مثبت تشكيل مثبت تشكيل وتشكيل الاهلي نفسه اصغر مشجع بيبقى عارفه. يعني بينتقد انه كولر مثبت تشكيل في النادي الاهلي. طيب، اولا من ناحيه كولر هو مدرب عبقري او لا؟ احنا ما قلناش ان كولر مدرب عبقري، انه من وجهه نظر المدرب العبقري الوحيد في العالم هو جوارديولا، لكن مدرب جيد جدا، من افضل المدربين اللي دخلوا مصر. مدرب في اول موسم ليه مع النادي الاهلي محقق 5 بطولات من 6 شارك فيها. محقق 5 بطولات من 6 بطولات شارك فيه، ما خسرش غير السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمة الجزائري بس. حقق دوري وكاس وسوبر ودوري ابطال افريقيا. ده كولر اللي هو مدرب عادي من وجهة نظر حسام ميدو. وانه النادي الاهلي لا يملك افضل لعيبة في مصر، دي من وجهة نظر ميدو. طب لو احنا جينا اتكلمنا على تشكيلة النادي الاهلي، افضل حارس في مصر مين؟ الشناوي. افضل قلب دفاع مين؟ عبد المنعم. افضل ظهير ايمن مين؟ محمد هاني. افضل ظهير ايسر مين؟ ممكن يبقى فيها كلام ما بين فتوح وعلي معلول، بس الاغلبيه هتميل لعلي معلول. افضل ديفندر في مصر مين؟ الكل هيروح على مروان عطيه. افضل وينجات في مين في مصر مين؟ هتلقى على الاقل هيذكر واحد من لعيبه الاهلي، يعني لو ما ذكرش بيرستاو هيذكر حسين الشحات، وهتدخل معهم زيزو. افضل مهاجم في مصر مين؟ مفيش مهاجم في مصر. يعني مهاجم في مصر مفيش مهاجم في مصر. يعني من افضل المراكز في مصر هتلقى لعيبه الاهلي متواجده، صح ولا لا؟ دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي هو بيتكلم فيها انه كولر كل اللي عامله انه مثبت تشكيل، وده خطأ. مثبت تشكيل، وانه اصغر مشجع في مصر بيعرف تشكيل النادي الاهلي. طب تعال من بعد مباراة اتحاد العاصمة في السوبر، مباراة المصري، مباراتين سان جورج، ومباراة انبي، شوف تشكيلات النادي الاهلي وكم لعيب اتغير. يا ريت ده اكتر ميزة كل المحللين بيتكلم عنها موجودة في كولر، انه استخدم كل اللعيبة، يعني معظم اللعيبة مستخدمها. يعني ما اصرش او ما عملش زي مثلا موسيماني لعب ب 13 14 لعيب وخلاص. وهو نفسه ميدو اللي كان بيشيد بجروس انه مثبت تشكيل. يعني دلوقتي كولر انه من وجهة نظره انه مثبت تشكيل ده حاجه كويسه. لو هو كان مع جروس كان يقول لك جروس مثبت تشكيل وده اللي المفروض هو دلوقتي بينتقد كولر، مع انه كولر ما عملش كده. يعني اصلا كولر مستخدم اكبر عدد من لعيبه النادي الاهلي، يعني اكبر عدد من لعيبه النادي الاهلي. وبدليل الموسم اللي فات، الموسم اللي خلص، شوف كم لاعب سجل للنادي الاهلي، كم لاعب شارك في النادي الاهلي. هات لي لعيب بعيد ده اللعيب الوحيد اللي ما شاركش مع كولر هو ايمن اشرف، لكن كل اللعيبه شاركت مع كولر. لكن في النهايه هتقول ايه؟ زي ما بقول لكم في كل مره، الناس دي لما بتطلع تنتقد في النادي الاهلي بتنتقد وخلاص،
لكن عارف هو بيقول ايه؟ معرفش. هو بيطلع ينتقد النادي الاهلي وخلاص. خلصت كلامي. سلام.